السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اموركم بخير؟ نتمنىكم تكونوا على خير وعواشكم مبروكه بمناسبه عاشوراء. المهم واخا جيت معطله في القريشلات لانني نشارك معكم قريشلات ديال الدراوش. المهم جميع المقادير كيكونوا عندكم في الدار، يعني بساطين، ما تلقاي حتى شي مشكل، يعني تصايبيهم في 10 دقائق. المهم كما كتشوفوا الشكل ديالهم كيفاش جو رائعين. بالنسبه كنحتاجوا كاس ديال الحليب، اي كاس عبروا به. عندك كاس لاروب ديال الزيت، كاس ديال سنيده، في قباسه الملحه، عندنا فلون ديال البنان 4 غرام، خماره 8 غرام، بيضه، 2 معالق ديال حبات حلاوه والنافع، 3 معالق ديال الزنجلان والنكهه ديال النارطه. بالنسبه للساشي ديال الفلون، لا بغيتي تبدلوه يعني تصونجيو ديروا ساشي ديال الفاني. وبالنسبه للنارطه اللي بغى يديرها مرحبا، اللي ما بغاش يديرها لا داعي. بالنسبه غادي ندير السوائل كلهم في البول اللي غادي نخدم به. بالنسبه درت الحليب، درت كاس الزيت، درت بيضه، درت قبصه الملحه، كاس ديال السنيده، 2 معالق ديال الحبه حلاوه، 3 معالق ديال الزنجلان، 4 معالق ديال النكهه ديال النارطه. صافي غادي نشد هادشي هذا، غادي نزيدو فيه حتى الساشي ديال الفلون، دار 4 غرام حتى هو. اللي بغى يصونجيه يعني بالفاني يدير الفاني ماشي مشكل، واللي بغى في عوض الحليب يدير دانون البنان يديرو ماشي مشكل. انا تنقول لكم اللي كاين في الدار. صافي غادي نخلط كلشي بالفوي يدوي عادي، غادي نخلطو في البول بحال هكا. تنخلط السوائل مزيان، الدبلي سنيده وداك الشيء. المهم كما كتشوفوا يعني الفيديو شارح نفسه. ابري غادي نزيدو هذا الخماره ديال 8 غرام. بالنسبه لي انا بغيت نديرو شويه باش يجيو هشاشين. كاين اللي عنده دريسات، كاين اللي عنده سنان، كاين. المهم سمحوا لي على الصوت ديال الوليد الصغير انه تيبكي. انا كنمونطي الفيديو حتى الليل، المهم خليته ولدي ينعس. المهم ماشي مشكل. هنا غادي ندير 3 الكيسان ديال الدقيق خاص بالحلويات، يعني ديال الحلوى. صافي غنحاول غادي نحيد الفوي وغادي نخدم هذاك الشيء كلشي بيديا. غادي نحتاج 3 الكيسان ديال العنبه، اي كاس عبرتو به تعبروا به حتى الدقيق. صافي كما كتشوفوا غادي نخلط داك الشيء غير بالاصابع ديالي، يعني ما تحتاجوش تدلكوه ولا شي حاجه، تجمعوا الخليط هكاك. المهم 300 غرام يعني هي 500 غرام ديال الدقيق، يعني نص كيلو. كما كتشوفوا الخليط راه رطب، غير غادي نجمعو مزيان حيت يد كنصور بها ويد كنخدم بها. كما كتشوفوا جمعت هذاك البودان كبير وكنقطعهم لي بودان صغار بحال هكا القياسات بهذيك السطاتويله اللي كخدامه بها. صافي ابري غادي ندير هذوك لي بودان بحال هكايا، غادي نخدمهم وغادي نحطهم. شوفوا العجين كيفاش كتجي تبارك الله، شيشه وزعما تبارك الله مخدومه. صافي غادي ندير لي بودان بحال هكايا وغادي نحاول نغطيهم بسميتو بالبلاستيك، ساشي او بلاستيك غذائي باش ما يبس ليناش العجين. كما كتشوفوا انني تنقول لكم هنا هاي السيبوره مازال ما سهلش الله باش ناخذها، ولكن ان شاء الله عما قريب. كما كتشوفوا انني كنرقق هذاك لي بودان باش يجيو رقاقين. غادي ناخذ هاد السطاتوله هي اللي غادي نحاول نقطع بها القريشلات ديالي كما كتشوفوا. صافي نحاول نقطعهم صغيورين حيت مازال غادي يزيدوا شويه بالخميره. الحمد لله عطست رحمني الله، الحمد لله. صافي كما كتشوفوا انني قطعتهم، غادي كما كتشوفوا. المهم درتهم انا صغارين، قريشلات كيكونوا صغيورين كنحطهم بحال هكا. نحاولوا غادي نقادوهم على شكل دائري بالاصابع ديالي. كتشوفوا لي بودان درتهم كزارين، غادي نغطوهم بساشي سميتو حتى جيت اللاطه ديال الفران بجوجهم. صافي غادي نحاول نقاد هذوك قريشات اللي في الطاوه مزيان هادي حتى هادي حتى نكمل ان شاء الله. هنا راه الفيديو انني كنزرب باش ما يجيكمش الفيديو طويل. كما كتشوفوا راه انني كنشدها كندورها بين صباعي باش يجي الشكل دائري كما كتشوفوا. يعني الفيديو شارح نفسه ونتمنى يعجبكمش والله يسهل عليكم. ما تنساونيش بواحد اللايك واحد الكومونتير وتابوناو. شكرا لكم بزاف والله يخطيكم. المهم كما كتشوفوا انني درت 2 طاوات وفرقت بيناتهم حيت كيزادوا شويه في الحجم، وما صراحه تبارك الله انهم كيجيو غزالين وشاشين واقتصاديين. يعني انا سميتهم قريشلات دراوش،
يعني كاين واحد مسكين اللي ما كيحتاج، يعني ما عندوش باش يصاوب، ما عندوش باش يشري، يعني كياخذ هذاك الشيء اللي عنده في الدار يقدر يقتصد به ويصايب به. المهم كما كتشوفوا صافي درتهم على 180 درجه، صافي لتحت والفوق كما كتشوفوا. ها هما القريشلات كيجاو رائعين وزوينين. كاين واحد البليصه في اللاطه كتقاس ليا، المهم وحده كتعرفوا واحد الفكره، الا تحرق لكم بحال هكا تشدوا الحكاكه وغادي تحكوها وغادي يوليو عاديين. المهم نتمنى يكون عجبكم الفيديو، ما تنساونيش باللايك والبارطاج و سميتو تبارطاجيو مع مع العائله ولا فامي ولي زامي. وشكرا لكم بزاف، الى فيديو اخر ان شاء الله.